السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت وما جيتكمش بيديا خاويين، جبت لكم لي طارت او لي طارتوليت ديال الفواكه بلا كريم باتيسير. جد اقتصاديين وسهلين، تقدروا تعتمدوهم كتحلية في رمضان ان شاء الله، احنا مقبلين عليه، اولا توجدوهم لوليداتكم اولا لضيافكم نهار تبغيو تهلاو في راسكم. والاهم من هذا الشيء كامل انهم اقتصاديين، فقط بيضه واحده قدرت ندير 13 طرطه بنان واقتصاديين ومقرمشين بمكونات متوفره في كل بيت. شوفوا الطريقه معايا من الاول للاخير، خليكم معايا. عندي هنا بيضه واحده، كأس لاروب ديال سنيده سكر سنيده، نصف كأس ديال زيت المائدة او زيت رومية كيف ما كنقولوا. عندنا ساشي ديال زهرة البرتقال، نصف خمارة، وقبصة ملح، وكمية من الدقيق، بطبيعة الحال الدقيق الأبيض من نوعية جيدة، أو الفرص رطب ديال الخاص بالحلويات. كناخدو واحد الكمية اللي ماشي كتيرة، من 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص على حسب الخليط ديالنا وعلى حسب الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. المهم عندنا من الاهم من هذا الشيء كامل هو تكون عندنا العجين ديالنا ما كتلصقش في اليدين وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا ضفت زهرة البرتقال وضفت الخماره وضفت حتى القبيصه ديال الملح، وغادي نبداو نخلطو الخلط. ما تكتروش الخلط بزاف، غير حتى يندمج معنا الخليط ديالنا وصافي، حيت حنايا ما عندناش الغرض ان ما غنطلعوش كيكه ولا شي حاجه. حنا فقط عندنا الغرض انهم يندمجوا المكونات مع بعضياتها لا غير. ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق ديالنا باش غادي نجمعوا الخليط. انا كنفضل نستعمل يدي حيت هذه راها عجينه ماشي فقط عجين سائل بحال ديال الكيك ولا شي حاجه، كنستعمل يدي. كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا، قلت لكم من 2 كيسان حتى الكاس 2 كيسان ونص، اولا استدعات الضروره نزيدو اكثر. كانت البيضه مثلا كبيره غادي نقدروا نزيدوا الكميه، داكشي على حسب داكشي اللي استعملتي نتي. الاهم عندنا هي تكون العجينه ما كتلصقش في اليد وتكون مجموعه معنا. من بعد غناخذ لي مول ديالنا، غادي ندهنوهم بالزبده، ما كانش متوفره بالزبده بطبيعه الحال غادي نستعملوا زويته ورشيشه ديال الطحين. كيف ما كتشوفي معايا غادي ناخذ كويره بكويره، اولا لا كنتي كتفضلي انك تلقي العجينه على سطح العمل وتراسي وعاد ديريها في هذا، كتجي حتى هي طريقه زوينه. انا كنفضل هذه الطريقه، هذه هي اللي كنصاوب بها ديما. كيف ما كتشوفي معايا ضروري كنحيدو الزوائد وكنبقاو نيطاليو مزيان حتى كتولي عندنا واحد الطبقه اللي ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف، تكون متوسطه حيتاش فيها الخماره تقدر تنفخ معانا. من بعد بانت لك شي بلاصه تقبات كيف ما كتشوفي معايا هنايا، كتسديها وكتكملي الطريقه ديالك، وكتفيني بطبيعه الحال بالموس باش كيجي المنظر زوين. منين كتديري العجين ديالك كامل في ليمول ديالك ضروري كتقبيها، ضروري تقبيها مزيان من الجناب ومن الوسط، وركزي على الجناب حيت الجناب كيكونوا غلاضين شي شويه على الوسط. ضروري من داك التقيب هو الاهم باش ما كيتنفخوش معانا في الفرن. بطبيعه الحال في الفرن فاش كنديروهم ضروري يكون سخون واحد شويه من قبل، كنشعلوا عليهم من التحت منين كيبداو يتحمروا معانا من الجوانب، عاد كنشعلوا عليها من الفوق وكنبقاو رادين البال. الا بانت لنا تنفخات شويه ولا بغات تطلع ولا شي حاجه بطبيعه الحال كتكون عندك الفورشيط في يدك كتقبيها. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا درتها في الفران باش طيب. درجة الحرارة ما كنظنش شي درجة الحرارة معينة، مهم خاصك حيتاش ما عندهمش وقت معين على حسب الفران. دابا غادي ندوزو للكريم باتيسير اللي غنعمرو بهم لي طارت ديالنا. غادي ناخدو 4 ديال المعالق ديال سنيده اولا 3 ونص على حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. غادي نخلطوهم وهما ناشفين قبل ما نزيدو الحليب ديالنا. من بعد كنزيدو نصف لتر ديال الحليب وكنخلطو في البارد. هذه خطوه مهمه باش ما كيتكتلش معانا، وعلى ما اظن لا كريم باتيسير الجاهز كلشي كيعرف يصاوبو وفي المتناول، زعما سهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا لي فخوي ديالي اللي غادي نستعمل قطعتهم من قبل، والبنان ضروري كندير له رشه ديال
العصير الحامض باش ما كيتاكسدش معانا، واش باش حتى الا باتوا ولا بقاو لنا واحد اليومين ولا 3 ايام كيبقى زوين المنظر ديالو، ما كيكحلش معايا وكيبقى في صوره زوينه، وحتى المذاق ديالو كيحافظ على المذاق ديالو. كيف ما كتشوفي معايا هنايا بهذه الطريقه كنديمو لي طاغ ديالي. فقط كنزدح على سطح العمل اولا كنضرب على سطح العمل وكيطلعوا معايا بكل سهوله حيتاش مدهونين من قبل. كيف ما كتشوفي معايا هنايا لا كريم باتيسير كنديرها فوق البوطه على نار مهيله، وكنستمر في التحريك، ما تنحبسش نهائيا من التحريك حتى كتقال معايا. وكناخذ لي طاغ ديالي وكنعمروهم معلقه كبيره على ما اظن كافيه، حيتاش ما كبارينش بزاف غير صغار. معلقه كبيره كتعمر لنا الخليط ديالنا، ومن بعد غادي ندوزو للتزيين اللي غادي نديرو كل وحده في شكل مغاير على الاخرى. نديرو على حسب المتوفر اللي عندك. كان عندك غير البنان ديري غير البنان لا غير، كان عندك شي فخوي من غير، كان عندك الفخومبواز الفريز، انت لك حريه الاختيار. انا عطيتك الاساس، عطيتك الوصفه الاساسيه، وانت بداي سيداتي كيف ما بغيتي في الدار ديالك مع وليداتك. كيف ما كتشوفي معايا استعملت الكيوي، واستعملت البنان، واستعملت توت، كيجيو زوينين ومنظر رائع. انا كيعجبني الفخومبواز والفريز، ولكن للاسف ما لقيتوش كيعجبني، كيجي لا في المنظر لا في المذاق كيجيو زوينين ما شاء الله. وعلى قبل اللمعه تقدري تستعملي الناباج في الوجه ديالها. كيف ما كتشوفي معايا وصلنا لاخر الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك باش نعرف، وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد، وإلا جربتوهم كتبوا لي كيف جاوكم، وكنتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم استحسان وليداتكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. وعواشركم مبروكه.